قصرين 24 وندرك أن للحقيقة ثمن نحن على استعداد لدفعه. حبيناه للاحتفال بالتظاهرة هذه، حبينا نعملوا معرض خاص بإنتاجات بعض المؤلفين وبعض الشعراء في المنطقة متاعنا ولاية القصرين وبالأخص فريانة ومنطقة الماجد بالعباس. المعرض يحتوي على مؤلفات وإنتاجات لهؤلاء المبدعين. بعض المحاولات الشعرية اللي ما زالت ما طبعتش حاولنا أن نعملوا لها عرض بطريقة أنه نجموا على الأقل نحاولوا نبينوها شوية، نظهروها شوية. بسم الله الرحمن الرحيم. بمناسبة أيام الجهوية لربيع الكتاب التونسي أردنا أن نفتتح معرض الكتاب بالمكتبة، وحاولنا أن نركز على كتابات الجهة ولاية القصرين، كتاب من فريان الماجد القصرين، حتى نحسس بالمشاكل التي يواجهها الكتاب في هذه الجهة، من ناحية المشاكل المادية التي تواجه المنتج في الترويج وغيره، ومن ناحية العزوف عن الكتاب. أردنا أن نحس بهذه المسألة، فقمنا بهذه التظاهرة واستدعينا عديد المحاضرين للقيام بندوة حول واقع الكتاب في هذه الجهة، الواقع والأمال ومعالجة المشاكل التي يواجهها الكتاب في هذه الجهة. سيد أحمد ليلي زاد هو راهو عالم وباحث ومؤلف وكاتب. زاد عندنا تحصلنا على مخطوطة بخط يده. المخطوطة هذه لقيناها عند السيد المربي سي نور الدين التليلي، وهي مخطوطة بخط يده. نسخة منها نسخة لا بالخط نتاع اليد نتاعو، والنسخة بالخط اليد نتاعو، وهي نزهة المتأمل والمرشد المتأهل. نشكر بطريقتنا أن نكرموا السيد لطفي تليلي اللي هو مراسل صحفي وقام بتغطية كل التظاهرات وجل التظاهرات بفريانة. سي لطفي غني عن التعريف. هذه حبينا ناخذوا له نجمعوا له المقالات اللي كتبها فيما يخص التظاهرات اللي صارت في فريانة، تغطيته الإعلامية. نحب نحكي على اسم التظاهرة اللي هو القصرين تكتب. نحب نوروا أنه بلادنا عندها فيها كتاب وفيها شعراء، رغم أنه كثير منهم مغمورين لنتيجة ما عندهمش كون يوصل صوتهم، ما عندهمش دور نشر معناها تحتضنهم. دونك حابين تكون بادرة منا أن نحاول نوصلوا بعض الأسماء وبعض الكتابات وبعض النصوص بطريقتنا، وإن شاء الله يوصل المساج، وإن شاء الله ربي يوفقهم. والحقيقة أنا بدي تفاجأت بوجود عديد الأسماء وبوجود عديد النصوص الجيدة، وإن شاء الله ربي يوفق الجميع. وكذلك هي بادرة نحب نشجعوا الكتاب والأدباء الشبان أنهم يواصلوا يكتبوا، أنهم يكونوا طموحين، وإن شاء الله احنا معاهم توا في عصر الإعلامية والتكنولوجيا باش نحاولوا نوصلوا صوتهم أكثر. وماذا بينا الإعلاميين والكتاب ولاد الجهة يحاولوا يشجعوا الأدباء الصغار. أنا من جهتي نخدم في معهد أبو القاسم الشابي، نحاول ديما نشجع الوليدات الصغار أنهم يكتبوا ونحاول ننشر لهم في الصفحة الخاصة بالمعهد أو في بعض المجلات اللي ننتجوها من المعهد. وكذلك نحاول نتعاون مع المكتبة العمومية في هذه. مشكورين لخيان سي سالم والأنسة سهام. بسم الله الرحمن الرحيم. نرحب بالحضور الكرام، لا أقول ضيوف، سي حسين نصري الشابي، رياض رابحي، سي توفيق رحيمي الإعدادية الحواش، سي حسين بوبكري دار الشباب مجد العباس، الشاعران صويلة حاجي وأحمد الحاجي. نرحب بهم بيننا في هذا الملتقى وشكرا. لا تغني فمنذ قليل تناهى المكان، تشتت عطر الغناء تلاشى الزمان. لا تغني فمنذ قليل تناءى النشيد ونام الكمان. لماذا ذهبت وهل كنت وحدك حين ذهبت؟
لا بد أنك كنت وحيدا ولا بد أنك كنت حزينا، هل بكى الأقحوان؟ تمنيت أن يكون صديقي صالح الرابحي حاضرا في هذه اللحظة حتى أهديه هذه القصيدة لما يجمع بيننا من مبادئ العروبة والقومية العربية في عهود الخالات بالمعهد الثانوي في ريانة. القصيدة بعنوان الإحرام في حرم الأجرام. لأبقي عليك وتبقين في، حفرتك وشما على ساعدي، وضمنت حبر القراطيس صبرا، تفجر دمعا على وجنتي، فألقيت من دمعي فيك سقيطا، تبخر حرا وعاد هميا، تغربل بين السما والسمو، تحطم فيك ككل قضية، لأني بدأت وجودي إليك، لأن البداوة بد علي. اسمي عمار زيري، نسكن في فريانة. نحب نقول كلمة اللي عندهم الانترنت واللي ديما يقعد في الانترنت: اقرأوا رغم الانترنت، لأن المكتبة العمومية تفيد جدا. وشكرا. رغم خير من شكر مدام سهام اللي هي عاونتنا على باش ننتجوا النادي هذايا، وهي ديما تمتع فينا وعطيتنا الكتاب، وحتى في موعد الامتحانات جابت لنا اساتذه وقرتنا. نحب نوجه لها شكر كبير هي والسي سالم والمدام محبوبه بالاخص سي حسين، وتحيه لكم الكل. عملنا المعرض هذه على اساس باش نرجعوا الصيت اللي كان عند الكتاب اللي هو تهجر بسبب الانترنت، اللي هي كانت سبب في الهجران نتاعو، بالمساهمة مع الأنسة سهام ومحبوبة برهومي. عملنا المعرض هذايا باش وكرمنا بعض من الشعراء والكتاب، وإن شاء الله اليوم هو الافتتاح متاع المعرض هذايا، وديجا شفتوه وموجودين بحذنا أساتذة متاع شعر نشتاقها فوق الهروب قصيدة عصماء كالناء على أوطاني، أنذرتك كالصباح، ذاك الصباح مزجته قرآني، أردتك يا نجمنا فوق الليالي الظلمة، نأتي السرور نديمها من شرنا، والشعر نشرب منها قصرين 24. وندرك أن للحقيقة ثمن نحن على استعداد لدفعه.